العمر المناسب والطريقة المناسبة اللي أغير فيها العلف، بحيث لما أغير العلف ما يحصلش عندي مشاكل لا معوية ولا مشاكل تأخر عندي الوزن. أنزل إيه مع تغيير العلف غير مضاد السموم؟ الحاجة اللي تساعدني إن الفراخ عندي ما يحصلش عندها إسهالات بسبب تغيير العلف. وإزاي أخلي الفراخ أول ما أنزل العلف الخشن تاكله، بتنقش الحباية الخشنة وتاكل الحباية الناعمة. وايه السبب اللي يخلي الفراخ ما ترضاش تاكل العلف الخشن؟ مبدئيا كده نصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وقولوا بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لي وليكم. وتعالوا نشوف طريقة تغيير العلف بطريقة تخلي الفراخ اول ما ننزل العلف للفراخ الفراخ تاكل العلف الخشن، مع اضافات هنحطها على المية واضافات هنحطها على الاكل، بحيث ان الفراخ عندنا ما يحصلش عندها مشاكل معوية بسبب تغيير العلف. اول حاجة لما هنيجي نغير العلف لازم ان احنا نخلط كمية من العلف البادي الناعم مع كمية من العلف الخشن. تلتين من العلف الناعم البادي 23%، والتلت من العلف الخشن 21%. ده كده هيبقى اول يوم. اليوم التاني بقى هنعكس، هنخلي تلتين من العلف الخشن والتلت من العلف الناعم، واليوم الاخير هننزل العلف الخشن كله من غير العلف البادي. دي طريقة الافضل في التغيير علشان ما نعملش مشاكل معوية عند الفراخ بسبب التغيير المفاجئ في نوع العلف. هنضيف معاهم نصف معلقة من الكركم مع نصف معلقة من خلطة كده على بعضها، عبارة عن كزبرة كمون حلبة، نطحنهم مع بعض في الخلاط ونضيف عليهم الشيح. وهناخد مقدار من الخلطة دي حوالي نص معلقة كبيرة، وهضيفهم على مقدار 2 كيلو من العلف وانزلهم للفراخ. نيجي بقى عند الحاجة اللي احنا هننزلها على المية. هننزل ايه على المية؟ المفروض بننزل مضاد سموم. كده كده انا منزله مضاد سموم، لان الوقت الحالي اللي انا بغير فيه العلف ده ميعاد جرعة مضاد السموم الاولى. احنا اخر فيديو كان في اليوم ال11، وقلنا ده ميعاد جرعة الكوليستيريديا والكوكسيديا. انا منزله من اليوم ال11 وال12 وال13 جرعة كوليستيريديا كوكسيديا، واليوم ال14 انا فصلت فيه كله بمية عادية، واليوم ال15 نزلت فيه اول سقوة مضاد سموم 12 ساعة ومنشط كبد وغسيل كلى 12 ساعة. النهاردة انا اليوم ال18، انا كده بقالي 3 ايام بنزلها جرعة مضاد سموم ومنشط كبد وغسيل كلى، فانا كده كده منزلة مضاد السموم. بس انا عايزة انزل حاجة تانية غير مضاد السموم مع تغيير العلف. الحاجة دي عبارة عن بكتيريا نافعة. ليه؟ لان بسبب تغيير مكونات العلف بيعمل عند الفراخ مشاكل معوية. لما انا انزل حاجة فيها بكتيريا نافعة، فانا كده بنشط البكتيريا النافعة على حساب البكتيريا الضارة اللي هي ممكن تسبب عندي اسهالات بسبب التغيير في مكونات العلف. طب الحاجة اللي هي فيها بكتيريا نافعة عبارة عن ايه؟ عبارة عن اما الخميرة البيرة، بس بشرط ما يكونش في عندي اي اسهالات موجودة في الفراخ، او البروبيوتيك او الزبادي الطبيعي. التلاتة دول فيهم بكتيريا نافعة. الخميرة بكتيريا نافعة، البروبيوتيك عبارة عن بكتيريا نافعة، الزبادي نفس الحكاية برضو فيه بكتيريا نافعة. اللي حول اللبن لزبادي عبارة عن بكتيريا نافعة اتضافت عليه، هي اللي خلت اللبن يتحول من لبن لزبادي. فالبكتيريا دي بقى هي اللي هتساعد معايا على اني انشط البكتيريا النافعة فمعايا الفراخ، علشان ما يحصلش عندي اسهالات. انا عن نفسي نزلت ايه من التلاتة دول؟ انا عن نفسي نزلت الزبادي. انا من الصبح وانا منزله زبادي، وحاليا دلوقتي على الظهر انا منزله العلف للفراخ. طبعا سبت الفراخ لما خلصت العلف اللي كان قدامها كله، فبالتالي قعد شويه، فاول ما نزلت العلف زي ما انتم شايفين كده الفراخ نزلت على العلف واكلته. للعلم بقى ان اول حاجه عملتها الفراخ ان هي اكلت الحبايه الخشنه الموجوده في وسط العلف. في بعض الناس تانية بتقولك ان الفراخ عندي مش بتاكل العلف الخشن، مهما جوحتها مهما عملت مش بتخلط، مش بتاكل العلف الخشن. السبب ايه؟ السبب ان بيكون في عند الفراخ مشكله معويه او مشكله تنفسيه. الفرخ لو عنده مشكله في الامعاء ده هيخليه مش هيقدر ان هو ياكل العلف الخشن، لان هيبقى صعب الهضم عليه فمش هياكله. او لو في مشكله تنفسيه نفس السبب مش هيخلي الفراخ تاكل العلف الخشن. فلو انا الفراخ عندي نزلت لها العلف الخشن ما اكلتوش، اعرف بقى المشكله عندي في ايه واعالجها. نيجي عند الميعاد المناسب لتغيير العلف. في ناس بتقولك نغير العلف على عمر 18 يوم، وفي ناس تانية بتقول نغير العلف على عمر 20 يوم، وفي قبل كده وفي بعد كده. طيب افضل ميعاد ايه؟ الفراخ اللي قدامكم دي عمرها 18 يوم، يعني معنى كده ان انا مغيره العلف على 18 يوم؟ لا، انا كنت ممكن كمان اغير العلف على عمر 16 يوم.
لأن تغيير العلف ملوش علاقة بالعمر. حاجتين هغير عليهم العلف، إما إن أنا أحسب وزن العلف اللي أنا أكلته للفراخ أو وزن الفراخ. وزن العلف أأكل المفروض إن كل فرخة عندي على عمر 18 يوم يكون واكل عندي 800 جرام علف ومديني 800 جرام من اللحم، وبعدها أغير العلف. طب هفترض إن أنا أكلت 800 جرام بس الوزن عندي متأخر عن 800 جرام، أغير العلف. هنشوف وزن الفراخ. لو الفراخ عندي أصغر فرخة عندي وزنه معدي النص كيلو، وقتها هغير العلف. الفراخ عندي لسه فيها أوزان متأخرة، أكبر وزن عندي مثلا نص كيلو أو أقل أو أكتر شوية، يبقى أنا أكمل تاني للفراخ، أأكل كيلو أأكل كيلو شوية. المهم إن أصغر فرخة عندي وزن يعدي النص كيلو. طيب هفترض إن أنا عندي عدد معين كده من الفراخ وزنهم متأخر شوية، اما ان بقى عندي عيوب في التحضير هي اللي عملت عندي سردة في الفراخ، او ان الكتكوت اللي انا جايبه مفهوش تجانس في كتاكيت رفيعة وزنها كان قليل، فبالتالي وزنها متأخر. اعمل ايه في الوقت ده؟ اعزل الفراخ اللي هي وزنها متأخر لوحدها، واغير العلف للفراخ اللي هي وزنها كويس، والفراخ اللي وزنها متأخر دي اكمل معاها بعلف تاني يبقى دي 23%. يعني انا كده هغير العلف لما اشوف وزن الفراخ عندي متحسن. لو انا غيرت العلف ووزن الفراخ عندي متأخر، الفرخ وزنه مش هيزيد، لان زيادة الوزن محتاجة بروتين، والبروتين موجود في العلف البادي اللي هو 23%. محدش بقى يجي يقول مادام العلف البادي هو اللي هيرفع عندي الوزن يبقى انا كده اكل علف بادي لحد اخر الدورة، او مثلا ازود العلف البادي بدل من هو 800 او كيلو او اكتر من كيلو عشان الوزن عندي يتحسن. ما هو برضو العلف اللي هو فيه بروتين عالي بيعمل ضغط على الكلى، يعني انا كده بضر الفرخ لما اضغط عليه بالبروتين. ازاي؟ عمر الفراخ عندي النهارده 18 يوم، الوزن المتوسط عندي 900 جرام. ومعنى ان انا اقول متوسط الوزن يعني انا كده عندي وزن اكبر من ال900 وعندي وزن اقل من ال900. عندي اوزان معدية الكيلو، وعندي 900 جرام وعندي 800، اقل وزن عندي 800. فبالتالي كده الوزن اللي عندي المتوسط هيبقى 900 جرام. لو انتوا عندكم في نفس العمر والمتوسط الوزن عندكم من 800 ل 700 جرام، برضه الوزن ده كويس مفيش فيه اي مشاكل. ده كده كان فيديو النهارده. ما تنسوش بقى يا جماعة اللايك في الفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.